السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم طريقه زوينه ديال المسمن، ما تحتاجي لا زبده لا والو. شوف الطريقه كيفاش كيجي هشيش ومفروق، كيجي رائع مورق وكيجي رطب. كنتمنى الطريقه تعجبكم. تبعوا الفيديو معايا حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه. كيف قلت لكم ما كتحتاجوا لا زبده لا والو، بخليط مختلف باش غادي نورقوا. كنتمنى الفيديو يعجبكم. كيف قلت لكم كباقي الفيديوهات اللي كنقدم لكم. ندوزو للمقادير على بركه الله. بالنسبه للدقيق عادي كنحتاجو كميه ديال الفورص، كميه ديال الدقيق فينو، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، وكنخلطوهم بما دافي. عجينه عاديه كباقي العجين ديال المسمن. كنجمعوه راكم عارفين كنخليو المسمن قاسح، معروفه هذه. كنخليوه من بعد كيرتاح. بالنسبه للمكون الخطير اللي غادي بالطريقه الكريميه اللي غادي نورقوا بها المسمن ديالنا هي الطريقه الجديده. اما بالنسبه للعجين طريقه عاديه كباقي اي عجين كنديروا المسمن. هذه العجينه ديالنا كيف كتشوفوا كتبقى قاصحه. كنحتفظوا بها في كيس بلاستيكي وكنخليوها ترتاح على جنب. كناخذوا ندوزوا للخليط اللي باش غادي نستعملوا هذا المسمن. كنحتاج كاس ديال الزيت مع نص كاس تقريبا ديال الفورص، والدقيق فينو كيف قلت لكم كنحتاجو تقريبا حتى هي نص كاس. بالنسبه لهاد المعلقه اللي عبرت بها جوجات كبار كتعطيك نص كاس. خماره، هاد الخليط الا استعملتوه ملي نورقوا به المسمن غيجيكم خطير كيف كيبان لكم في الفيديو. هذاك هو الشكل ديالو كيجي رائع. وفانيا، وغنطلع كلشي في المولينكس كيتطحن كيولي كريمي كيف عيبان لكم. دابا طحنتو شوف الشكل ديالو كيفاش كيجي رائع وزوين. هذا هو السر باش يجيكم المسمن مورق. العجينه خديتها ملي ارتاحت عملتها بالكويرات بالحجم اللي انا باغا. خليتها ارتاحت شويه، عندها نورق بشويه ديال الزيت ونعمل الخليط اللي صايبت معاكم في المسمن ديالي من بعد ما كنورقو مزيان. كيف قلت لكم كنحتاجوا كميه ديال الفينو في العجين تقريبا نص كيلو، مع كيلو الا ربع ديال الفورص، شويه ديال الملحه، شويه ديال السنيده، وكنعجنوه بشويه الماء دافي وكتبقى العجينه قاصحه كيف قلت لكم. بالنسبه للعجينه كلشي كيعرف ليها. بعد ما ورقته عفوا كيف قلت لكم كنبدا كنعمل في داك الخليط الكريمي هو اللي كنبدا نورق به المسمن ديالي. كنبقى ندير نفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال المسمن كامله. دائما المسمن خليوه يرتاح كيما كيرتاح كيجي رائع، وخليوه قاصح قبل. يعني العجينه ما تكونش مرخوفه، ما تكونش رطبه تحت يدي بزاف، حيت ملي كيبقى يرتاح مع البلاستيكه كيزيد يتطلق لينا. بعد ما تاني كنورقو كنديرو نفس العمليه. كناخدو شويه من الخليط اللي مصايبين وكنبداو نورقو به المسمن ديالنا. كيجي رائع ومورق هذا المسمن بطريقه خطيره ورائعه. كنتمنىكم تنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو بارطاجيه مع العائله والاصدقاء، مع التفعيل بالجرس والاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. مع شهوات حنان حفيظ. دائما كنقلبوا على الافكار البسيطه اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم وفي متناولكم جميعا. نبقاو نفس العمليه كيف قلنا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال المسمن. المسمن ملي كيرتاح كيولي مطاطي تحت يدك، متبقايش تخافي عليه، كيولي يتطلق بدغيا.
كنتمنىكم تجربوا هاد الطريقه، وانا متاكده النهار اللي عاد تجربوها غادي تعجبكم وما تبقاوش تستغناو عليها. انا ما كنديرش بزاف، ما كيعجبنيش مسمن يكون فيه دهني بزاف. الا كان المسمن ديالي كبير كنديرو هاد الطريقه حتى هي، كتجي حتى هي رائعه وكتجي مورقه. ان شاء الله فيديوهات جداد. كنتسنى تعاليقكم ولايكاتكم باش القناه تزيد القدام. هذا المسمن الا جربتوه غيجيكم مورق كيف يعجبكم ان شاء الله. بعد ما كملت المسمن ديالي كنكون مسخنه المقله مزيان وكنبدا كنورق فيه وكنبدا نخبز، وغادي تشوفوا في نهايه الفيديو المسمن ديالي كيف جا، كيجي رائع وزوين. كنتمنىكم تجربوه، تبعوا نفس الطريقه. وهذا المكون الخطير اللي قلت لكم غيجي جد رائع الا جربتوه. دابا بعد ما سخنات المقله ديالي انا بديت كنخبز، شوف كيفاش كيجي رائع وكيبان مورق ملي كتبدا تخبزي فيه. ورقه كتفرق على ورقه، هذا هو سر النجاح ديال المسمن. كنتمنىكم يعجبكم. شوف كيفاش كيبان رائع وكيشهي، يليق الكوتي الفطور لاي وقت في هادو. بعد ما خبزت المسمن ديالي كامل هو هذا الشكل ديالو النهائي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس. كيجي رائع وخفيف. شو كيبان لكم مع سخون باقي يلا ساليتو. كنتمنى هذا الفيديو كيف قلت لكم ينال الاعجاب ديالكم. تسناو فيديو جديد مع شهيوات حنان حفيظ. في امان الله ورعايته. مع السلامه. خليك لي يا غالي ونطير معك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غالي ونطير معك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي